ومن الشرقية أذهب مباشرة إلى بورسعيد، ومعي من هناك الزميل أحمد الجمال. يا أهلا بك يا أحمد، وتفضل. أهلا بك محمد. بالفعل نتابع من بورسعيد اليوم الثاني في جولة الإعادة من انتخابات برلمان 2015 من مدينة بورسعيد، وتحديدا من المقر الانتخابي بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، وأكثر تحديدا من لجنة رقم 64 برئاسة المستشار إسلام سري، الذي أكد لنا أنه حتى الساعة 1 ظهرا نسبة الأصوات تتراوح ما بين 70 و 80 صوت حتى الآن. قوام اللجنة وعدد ناخبيها 2041 صوت. محمد، الإقبال على التصويت والاقتراع في الصناديق الانتخابية ببورسعيد ما زال ضعيفا في اللجان الانتخابية الموجودة في داخل المدينة. ربما يزيد الإقبال في اللجان الانتخابية في قرى بورسعيد الجنوبية والغربية، وهذا تحديدا تصريح من اللجنة التي شكلها محافظ بورسعيد بغرفة عمليات المحافظة، ولكن ما زال الإقبال ضعيفا في بورسعيد. ونذكر السادة المشاهدين والمتابعين للعملية الانتخابية بأن الدائرة الأولى عرب وشرق وبورفؤاد حضر منها بالأمس 9704 صوت من أصل 151953. وفي الدائرة الثانية التي تضم مناطق الضواحي والجنوب حضر 13000 ناخب 528 من أصل 95000 ناخب 547. والدائرة الثالثة التي تضم الظهور والمناخ حضر 9256 من أصل 222721 بإجمالي 32494 نسبة حضور من أصل 470208 ناخب بنسبة 7%. ما زال حتى الآن محمد اللجان الانتخابية لا ينقصها شيء إلا زيادة أعداد الناخبين فقط. ربما خلال الساعات القليلة المقبلة تزيد أعداد الناخبين وتفوق نسبة 7%. هذا ما سوف نتابعه عبر عدساتنا في قناة الحياة. ونذكر أيضا السادة المشاهدين أن بورسعيد يتنافس فيها الآن 8 مرشحين على 4 مقاعد. في دائرة الشرق مقعد واحد يتنافس عليه المرشحان محمود حسين من حزب مستقبل وطن وعماد إسحاق ماكسيموس مستقل. وفي الدائرة الثانية مقعد واحد أيضا يتنافس عليه المرشحان سليمان وهدان ممثلا عن حزب الوفد والحسيني أبو قمر مستقل. وفي الدائرة الثالثة وهي أكبر الدوائر الانتخابية من ناحية عدد الناخبين وتضم منطقة الظهور والمناخ وغرب بورسعيد بها مقعدان يتنافس عليهما 4 مرشحين هم أحمد فرغلي مستقل ورانيا سادات مستقل وأحمد سليمان مستقل وشريف صالح من حزب مصر بلدي. يعني محمد الساعات المقبلة ستحدد النواب 4 الذين يحملون هموم بورسعيد. ربما تجد حلا لدى المسؤولين بالقاهرة. متابعون معك محمد. شكرا للزميل أحمد الجمال وتفاصيل المشهد الانتخابي في بورسعيد.